هلا ويا مرحبا فيكم متابعيني الكرام في قناة أخوكم المحقق السابق مصعب الفيليشاوي على اليوتيوب. اليوم بنسولف عن فضيحة ناشرتها أغلب الجرايد والصحف العالمية، وما شفنا جريدة كويتية واحدة تكلمت عن هالموضوع، واللي هي فضيحة رياضية عالمية الفتت انتباهي لأنها شوهت سمعة الكويت، واللي هي قيام اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على الشيخ أحمد الفهد لأنه تدخل وعبث وخالف القوانين واللوائح الرياضية الأولمبية العالمية. وناشرين حتى بتويتر أن الشيخ أحمد الفهد يقدم رشاوي عشان يفوز أخوه طلال الفهد ضد حسين المسلم المنافس له. الكل يعرف أن الشيخ طلال ما ينفع لإدارة النادي، يا أخي اقتنعوا، والدليل نتائج فريقه بالدوري تسود الوي. بس مو هذا موضوعنا. الموضوع ان قبل انتخابات اللجنة الأولمبية الأسيوية تم تحذير أحمد الفهد، حذروه ان ما يتدخل في الانتخابات من قبل لجنة القيم الدولية، وتم نشر ذلك في أغلب الصحف العالمية المحترمة اللي ما تنشر بفلوس مثل بعض الجرايد الكويتية، واللي سلمها خطاب التنبيه محامي بعد بسويسرا. لكن أحمد الفهد ما يهمه إلا مصالحه الشخصية، وسحب على التحذير وطقب عرض الطوفة، وقام وتدخل بالانتخابات وفاز أخوه الشيخ طلال الفهد. لجنة القيم الدولية ما عجبتها السالفة وفتحت تحقيق، وتبين ان الشيخ احمد الفهد ما احترم النظم الاولمبية الدولية وقرارات ابعاده عن الرياضة بسبب حكمه بسويسرا اللي متهم فيها بالتزوير، وقدم كل شيء عنده عشان يفوز اخوه. وسبق واني انا قلت لكم بتويتر وبالسناب ان عندي معلومات بأن الشيخ أحمد الفهد تربطه علاقة بالأسرة المالكة في تايلاند، وموضوع طويل وسولفت عنه في بعض المواقع التواصل. وكلنا شفنا أن الشيخ أحمد الفهد سافر إلى بانكوك على الطيارة الأميرية، ولما استلموه الناس قال أنا كنت بمهمة رسمية عشان يرجع للناس وما حد يقول له أن أخوك فاز لأنك تدخلت بالانتخابات. لكنه نشر صور له مع الحمدان وشعر، عارفين المذيع، في بانكوك، وفضح نفسه. والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية طلعت قرارها اللي هو ضد أحمد الفهد، وطالبت انه يتوقف 3 سنوات، واحتمال نتيجة الانتخابات ما يعتمدونها لأن أحمد الفهد عبث في هالانتخابات، وامتنعوا عن التعامل مع الشيخ أحمد الفهد. وميزانية اللجنة الأولمبية الأسيوية راح تكون مباشرة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وما راح يستلمونها اللجنة الأولمبية الأسيوية. السؤال: شنو موقف نواب مجلس الأمة؟ وهل النواب عارفين ايش قاعد يصير في الرياضة الكويتية بسبب تدخلات أحمد الفهد وبعابيصه؟ المشكلة ان النواب من قسمين نصين، نص ساكت ما يقدر يتكلم لأن الشيخ أحمد الفهد من ذرية المجرم مبارك الكبير، وهو اللي دعم حملاتهم الانتخابية، فماكلين تبن مو قادرين يتكلمون. ونص الثاني يطالب بفتح التحقيق، وعشان لا حد يتفلسف ويقول لي انت مرزوقي وهالخرابيط، انا اكثر انسان هاجمه، وهذا تويتري ويوتيوبي يشهدون، لاني انا كنت شايف قبل اخر 10 سنين كان شاق الكويت شق، ولكن الحين رجال معارض، صح، معارض شرس وشغال لكل ما يفيد الكويت. المهم مرزوق حذر من تدخلات الفهد في الرياضة. انزين، وين اللي كانوا مسوين انفسهم معارضة؟ ما اشوف معارضة الحين الا مرزوق الغانم. وين النواب؟ وشنو سبب سكوتكم عن الشيخ احمد الفهد الفاسد المزور والمدان بقضايا دولية؟ السؤال: هل سكوت النواب لأن أحمد الفهد كان يمول حملاتهم الانتخابية؟ والباجي وينكم؟ هل هددوكم مثلا إن ما يمشون مصالحكم ومعاملاتكم؟ إذن سكوت النواب
عن أحمد الفهد واضح أنهم مجبورين عشان مصالحهم. أغلبكم كنتوا تقولون عن الشيخ أحمد الفهد، أذكركم أنه فاسد، والحين مدان في محاكم سويسرا. النواب لازم يكون لهم كلمة، ولو فعلا تهمهم سمعة الكويت المفروض يستجوبون أحمد الفهد أو يستجوبون رئيسه أحمد النواف. هذه سمعة الكويت اللي هي المفروض فوق مرزوق الغانم وفوق أحمد الفهد، والحق لازم ينقال. نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو أن الشيخ أحمد الفهد غلطان، لأن اللجنة حذرته عن طريق محاميه بسويسرا وطلبوا منه أنه ما يتدخل. إخواني النواب، معقولة خوفكم من المعذب وآلاته الإعلامية وذباب إلكتروني يخليكم تنبطحون وتنسون دوركم في المحاسبة؟ ترى وراكم حساب من الله. انتوا وين ناخبينكم اللي انتخبوكم؟ من رأيي ان اللي يوقف مع أحمد الفهد وهو عارف انه غلطان فهو فاسد مثله. سبحان الله، أحمد الفهد كان فاسد أيام ما كان وزير الإعلام، أيام ما كان وزير النفط، ومزور ومنبوذ، وتغريدات النواب لا زالت منشورة. خلنا نشوف نواب الأمة أصبحوا أدوات بيد الفهد. هذه بعض تغريداتهم، شاهد عليهم، نترككم تشوفونها وناخذ أهمها. نبي من المجلس بعد الفضيحة المنشورة في الجرايد العالمية اللي ما تنشر بفلوس، إذا هم فعلا مجلس إصلاحي، إنهم يستجوبون أحمد الفهد وما يسمحون له إنه يسيء للكويت وأهلها عشان منصب رياضي. وقبل لا أوصل لنهاية الحلقة، إذا شفت مشاهداتكم على هالحلقة عالية، بسوي حلقات عن فساد أحمد الفهد بخربها، من ضمنها رشاوي الفيفا، مليارات خطة التنمية، وتمويل حملات النواب من لما كان وزير نفط، وشنو كانت إجابته على فقدان كميات نفط كبيرة في عهده. خلونا اليوم نكتفي بهالكلام، وبالحلقات الجاية راح أنشر قسيلة هو وكل نائب خلى نفسه أداة بيده واستفاد منه. تابعوني وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في حلقة جاية، في امان الله.